بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنتكلم على أنواع الرزق. والرزق في ناس كتير حاطينه في دماغهم وحاصرينه في الفلوس، لكن الرزق ملوش علاقة خالص يا جماعة بالفلوس بس. الفلوس ده نوع صغير من أنواع الرزق. فصحتك رزق، أولادك رزق، الزوج أو الزوجة الصالحة ده رزق، ارتياحك في عملك رزق، توفيقك في السير في طاعة ربنا ده رزق. في أنواع في الرزق كبيرة وكتيرة قوي. معرفة الناس الصالحين دي رزق، بعدك عن الناس السيئين ده رزق، جيرانك لو طيبين ده رزق، وهكذا. فالرزق في حاجات كتير قوي معنوية لا تقدر بمال، دي رزق. الرضا عن نفسك والسلام الداخلي وصفاتك الطيبة وطبعك الكويس واخلاقك الحميدة دي رزق. والرزق لا ما بيجيش مع كتر الشغل. يعني هل في ناس مثلا يقول لك انا بشتغل 3 و4 شغلانات وبرضه رزق ضيق، وفي ناس ثانيه بتقعد يمكن تشتغل 4 أو 5 ساعات ورزقها واسع. يعني ورزقك لن ينقصه التأني ولن يزيد في الرزق العناء. ده رزقك ده مكتوب، يعني لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. والنبي عليه السلام كان بيقول لو توكلتم على الله حق توكله لجعلكم مثل الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني الطير بيبقى طاير كده لما يقوم من الصبح مش عارف هيجي منين ولا بيروح لسبب ولا اي حاجة، وبيرجع شبعان، بيرجع اخر النهار شبعان. فالواحد مش الموضوع مش سعيك هو اللي يجيب الرزق. السعي ده يا جماعة في إطار الأخذ بالأسباب. زي سيدة مريم رضي الله عنها وارضاها، أما كانت في سورة مريم من القرآن بيحكي لنا إن وهز إليك بجذع الشجرة. يعني هي واحدة حامل وبتولد عندها وجع الوضع، وبيقول لها هز الشجرة هتساقط عليك رطبا جنيا، يعني هتنزل عليك البلح. انتوا تخيلوا كده حامل وبتوضع وفي هذا الضعف الشديد هو سبب انها تهز الشجرة. بس هل قوة هز الشجرة دي اللي هتساقط عليها البلح؟ هو كده هيقع. ربنا بيقول لها بس خدي بالاسباب. فانت تاخد يعني السعي ده اخذ بالاسباب، لكن رزقك هيجيلك حتى لو على بيتك. يعني هيخبط على بابك طالما هو جايلك، محدش هيحوش عنك. والشيخ الشعراوي كان دايما يقول للي بيعصوا الله وانه بيسرقوا كده، على فكرة ده كان هيجيلك ويمكن بطريقة مش هتاخد عليها ذنب لو انت كنت صبرت. كده الفلوس اللي جاتلك بالسرقة دي كانت هتجيلك بالحلال من غير ما كنت تسرق، لانها رزقك حتى لو كان حرام. لكن في طبعا مشاكل إيمانية وخلل بالإيمان والعقيدة جامد جدا في نفوس البشر. نتمنى من الله وإن احنا يعني يجعل اليقين في قلوبنا إن الرزق ده محدش هيحوش عنا. وملك الموت أما الواحد في حالة الاحتضار، ربنا يهونها علينا جميعا ويحسن خاتمتنا، بيكون في عطش شديد، فهو بيصعب عليه الميت، فيقول له والله لو كان لك شربة ماء كنت جبتها لك، انت رزقك اتقطع. يعني لو كان ليك شربة ماء كنت اديتها لك، انت رزقك خلاص من الدنيا اتقطع. يعني ده بيان للرزق واليقين ان رزقك هيجيلك، وما تبقاش باصص لغيرك،
وتبقى عندك رضا دايما بما قسمه الله لك، مفيش حاجة هتضاعف الرزق غير هو. انت حتى لما بتفتكر ربنا بيديك فكرة ولا حاجة تجيب بها رزق جديد، دي برضو ربنا من العلامات انه رزقك. فنسيبها لله سبحانه وتعالى ونبقى عندنا يقين، وربنا يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، لان حسن الخاتمة كمان رزق كبير قوي. وقربنا بربنا يا رب يا رب جميعا نرتقي في درجات القرب بربنا، ده رزق كبير جدا. العلماء اللي علمونا ان يقول لك العلماء اللي هم الاولياء الله الصالحين يقول لك نحن في سعادة لو عرفها الملوك لحاربونا عليها بالسيوف. يعني السعادة الداخلية دي لو عرفوها الملوك هيحاربونا عليها بالسيوف. فطبعا علاقة الواحد بربنا سبحانه وتعالى يمكن هي اللي مهونة عليه حاجات كتير قوي في الدنيا، وخلينا نصبر عليها، ولأن في الآخر هنروح لرب رحيم، رب غفور، رب كريم، مش هيخذلنا أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.